وافي عليكم يا حبايبي. أنا هقول لكم عبارة بتسمعوها كتير ومش عارفين معناها. ده يعرف الكفت أو دي تعرف الكفت. أيام المماليك كان في صناعة يعني دقيقة جدا ما يعملهاش إلا الصانع الشاطر، وكانت على النحاس. كانوا بيعملوا حفر على النحاس ويحشوا الحفر ده بخيوط من الذهب أو الفضة، بحيث تلاقيها القطعة اللي بيحفروا فيها ويحشوها بخيوط الذهب والفضة أكنها قطعة حاجة واحدة، مش باين ان هي كانت ايه حفر وان هم حشوها، يعني تشوفها تقول دي قطعة واحدة. ودي كانت ايام المماليك، وكانت بتتسمى صناعة التكفيت. ومع الوقت ومرور السنين بقت تسمى الكفت. وبتتقال امتى؟ بتتقال على الشخص الفهلوي الناصح الشاطر، وبتتقال برضو على الشخص اللي عارف كل حاجة ويدعي ان هو مش عارف والناس عارفة ان هو عارف، يقولوا ده يعرف الكفت او تعرف الكفت. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير.